كتبدا القصه ديالنا في السبيطار وبالضبط في الغرفه ديال الولادات. الفرمليه ورات واحد البنيه عاد زادت لباري، والاب ما عجبوش الحال حيت كان باغي دري ماشي بنت. خرج هو ومراته زانيه وقال لي غادي نسميوها ماتيلدا. هاري حط بنته في اللور ديال الطوموبيل وخلى خوها مايكل كيلعب معاها، وهو معروف عليه كيسوق بطريقه حمقى، واللي شافو كيهرب من قدامه. وصلوا للدار ونساو ماتيلدا في الطوموبيل حتى تفكروها عاد رجعوا ليها. دازت الايام وبدات ماتيلدا تكبر وكيبان الذكاء ديالها اللي ماشي طبيعي، واكيد ما كاينش اللي غادي يرد البال لهذا الشيء. دازت 4 سنين ولات ماتيلدا كتهتم بلباسها وتمشط شعرها بوحديتها. في واحد النهار كل واحد فين مشى وخلاوها بوحدها في الدار. دخلت للكوزينه وطيبات ليها الفطور وخدمات الماء نربطها بكل سهوله، وجلسات كتفطر وتقرا في المجله واخا هي مازال كاع ما دخلت للمدرسه. في الليل كانوا كيتفرجوا وهي جات عند باها وقالت ليه يشري ليها كتاب، فجاوبها انت مازال صغيره على القرايه، وقال ليها تجلس وتفرج معاهم وتسكت. وهنا عاد عرفت فرق التفكير بينها وبينهم. لغت ليه خلاتهم حتى خرجوا ومشات للمكتبه. شافتها السيده اللي مكلفه واستغربت كيفاش بنت صغيره جايه بوحديتها، ولكن غير هضرات معاها عرفتها ذكيه وقفزه وقبلت تخلي ليها الكتوبه باش تقرا فيهم. دازت عامين على هذا الحال وماتيلدا مازال تقرا في الكتوبه. في واحد النهار دازت من حدا الجرده وشاف الدراري كيلعبوا وما جاهاش الاحساس الطفولي ديال حتى هي تلعب معاهم. السعاده كتحس بها فاش كتقرا وتنمي عقلها. في الليل دخل باها وسولها على الكتوبه وقال لها راكي مازال صغيره على القرايه، فجاوبته بلي خاصو يدخلها للمدرسه حيت ولات عندها 6 سنين ونص. وهو ما تاقش بها وداها عند ماماها وسولها، وهي براسها ما عرفاش العمر ديال بنتها وقالت ليه يلا عندها 4 سنين ونص. ماتيلدا تقلقات بزاف حيت الحلم ديالها تدخل للمدرسه. في واحد النهار دخل باري فرحان بزاف حيت جمع فلوس صحيحه من الطوموبيلات القدام اللي كيبيع، وقال لخوها مايكل يحسب ليه الربح اللي دخل. ماتيلدا سبقات وحسبات دغيا، وهاري ما تيقهاش وقال ليها شفتي الرقم من الورقه اللي في يدي، وخداها لبيتها وسد عليها. في الصباح باقت قبال منه وحطت واحد الماده كتفتح اللون ديال الشعر في الزيت اللي كيستعملوا باها، وفاش داروا على شعرو في البلاصه تلون. شافته مرتو وتخلعات، وهكا ماتيلدا حسات بالنصر وقدرات تضحك. هاري اضطر يلبس الطربوش وخرج هو وزانيه ومايكل وماتيلدا ركبوا في الطوموبيل حطوا اللور البياس ديال الطوموبيلات مزورين. وهنا كنشوفوا جوج ديال البوليس كانوا حاضينه، وفاش وصلوا للبلاصه ديال خدمته بدا كيوريهم كيفاش كيركب هذوك البياسات الطوموبيلات وكيبيعهم غاليين. ماتيلدا ما عجباش هادشي وقالت ليه هادشي اللي كدير كيخالف القانون. هاري تعصب عليها وقال ليها انت مازال صغيره وما خصكش تعترضي على اي حاجه كنديرها. قلقات بزاف وما بان ليها غير واحد اللصقه دارتها له في الطربوش من الداخل. في هذه اللحظه جات امو وعرضت عليهم الغدا. هاري دار الطربوش ومشى، وفاش وصلوا بغا يحيدو وما بغاش. بدات زانيه كتجرب جهدها كله حتى داروا الفوضى في المطعم وطيحوا الماكله كلها، وماتيلدا جالسه كتاكل وفرحانه. في الليل كانوا جالسين كيتفرجوا كيف العاده. هاري قال لمايكل يطفي الضوء، وفاش طفاه بدات ماتيلدا مركزه في الكتاب ديالها. هادشي عصب باها بزاف فخدا منها الكتاب وبدا كيقطع فيه وشد ليها راسها باش تفرج معاهم بزز في التلفازه. في هاد اللحظه ماتيلدا بقات كتشوف التلفازه وهي معصبه وغضبانه حتى هرساتها وكلهم ما فهموا والو. في واحد النهار هاري كان في الخدمه وجات عنده المديره ديال واحد المدرسه سميتها اغاتا باش تشري من عنده الطوموبيل، وباش يخليها تشري قال ليها غادي نقص لك من الثمن وفي المقابل تدخلي بنتي للمدرسه. وهي اكيد قبلات. فاش مشى قالها لماتيلدا وفرحت بزاف وعنقات وبدات كتخيل الشكل ديال مدرستها وكتحلم كيفاش غادي تبدا فيها. غد ليه فاقت وهي كلها حيويه ونشاط. وفاش وصلوا للمدرسه كتفاجئ بالشكل ديالها اللي كانت دايره بحال شي مبنى قديم ومهجور. وشافت المديره اغاتا اللي كانت كبيره بزاف وكتخلع. تعرفات على جوج بنات وقالوا ليها هاد المديره كانت بطله في رمي الرمح وهي عصبيه وما كتبغيش شي حد من التلاميذ ياكل الحلوى. شويه شافوها قربت من واحد البنت سميتها اماندا وتعصبات عليها حيت دايره الضفيرات. وماتيلدا مازال مصدومه من هذا الشيء اللي شفت. دخلوا للقسم الاستاذه هاني وعرفتهم على ماتيلدا التلميذه جديده وقالت لهم يعاملوها زوين وإلا بغات شي حاجه يعاونوها. ماتيلدا ارتاحت بزاف للاستاذه هاني وحسات بها ظريفه. الاستاذه قالت لها باللي غادي يبداو يديروا مراجعه لداك الشيء اللي داروا وإلا عرفت الجواب تهز يديها. بدات معاهم جدول الضرب وكان القسم كله حفظه وبغات تشد فيهم وعطاتهم رقم كبير وقالت لهم يديروا الضرب ديالو غير بالضحك. ولكن ماتيلدا في ثواني جاوبت عليه. هاني شفت فيها استغراب وتاكدت من الاجابه فلقاتها صحيحه وسولتها كيفاش عرفتيها. قالت ليها باللي كيعجبها القراءه والمطالعه وقرات كاع الكتوبه ديال الرياضيات اللي في المكتبه. هاني فرحات بها بزاف ومشات قالت للمديره باللي ماتيلدا تلميذه عبقريه وخصها تنقلها لقسم اعلى. ولكن المديره حسب ليها هاني بغات هي تهنى منها حيت كدير الصلاح كيف ما قال باها عليها. فتعصبات وخرجت هاني من عندها ورجعت ماتيلدا للدار وشافت البوليس حدا الدار ولكن ما داتهاش فيهم. فاش دخلت بدات كتعاود لماماها على النهار الاول
كيف داز. وكيف العاده ماماها ما مسوقاش ليها وبقات كتهضر في التليفون. بالليل هاني جات للدار عندهم ودوات مع والديها باش تقول لهم على بنتهم العبقريه، ولكن حتى حد فيهم ما مسوق ليها. ولكن ماتيلدا فرحات بزاف بهذا الشيء. هاني خلات ليها كتاب باش تقراه ومشات بحالها. والنهار الثاني في المدرسه المديره عيطت على واحد الطالب سميتو بروس باش تعاقبه حيت كلا الحلوه ديالها. جابت ليه حلوه كبيره بزاف وتحداتو يكملها. بدا كياكل فيها حتى شبع وما قدرش يكمل. فوقفات ماتيلدا والدراري وبداو كيشجعوا فيه حتى قدر يكملها وكلهم فرحوا. المديره تعصبات منهم وقالت لهم عندكم 5 سوايع زياده في المدرسه كعقوبه. ماتيلدا رجعت للدار معطله ولقات هذوك البوليس مازالين تما حاضين الدار. مشات قالتها لباها ولكن ما تاقش فيها وقال لها انت غير كتخيلي. الغد اللي كنشوفوا ماتيلدا وصحابها في واحد الغابه كيلعبوا وصيدوا واحد الحيوان سميتو السمندر المائي. وصلت المديره وبدات كتغوت على ماتيلدا حيت باها باع عليها طوموبيله خضراء. وقبل ما تدخل عليهم للقسم بداو الدراري كيدربوا في الاعمال الفنيه ديالهم الزواق اللي كانوا دايرينه. والاستاذه فتحت الضفيرات للبنات دخلت عليهم المديره للقسم ولا فيندر حطات الماء اللي خباو فيه السمندر المائي. وفاش الاستاذه لاحظت بلي ماتيلدا ما كايناش سولت عليها غير بالاشارات فقالت لها بلي المديره عاقبتها. مشات هاني كتقلب عليها حتى لقاتها ورجعتها للقسم. اغاتا طلبت من اماندا باش تهجى ليها واحد الكلمه واماندا بدات كتهجى فيها باللحن وهذا الشيء ما عجبش المديره وغوتات عليهم ومشات تشرب وما لاحظتش السمندر. فبداو الدراري كيضحكوا وفاش شافتو دخلات شافت ماتيلدا وقالت لها بلي انت اللي درتي هذا الشيء. فجاوباتها ماتيلدا بلي انا ما درت والو حيت ظلماتها تعصبات وبقات كتشوف في الكاس حتى قدرت تطيحو. وطر منه السمندر على المديره اللي تخلعت منه بزاف وبداو الدراري كيضحكوا عليهم. وهنا ماتيلدا عرفت بلي عندها قوه خارقه. المديره بدات كتهدد فيهم باش ما يديروش الصداع عاوتاني ومشات. لافيندر شكرات ماتيلدا حيت ما قالتش ليها بلي هي اللي حطت السمندر في الماء. ماتيلدا مشات عند هاني حيت كتثيق فيها وقالت ليه راه انا اللي حركت الكاس قبيله وحاولت تاكد ليها هضرتها وبغات تعاود تحركو ولكن ما قدراتش. فاش خرجوا هاني خدات معاها ماتيلدا وهما في الطريق دازوا على الدار ديال المديره. شافت فيها ماتيلدا الزعلوله واستغربت حيت اغاتا ما كتبغيش الدراري الصغار واللعاب ديالهم. هاني بدات كتعاود ليها على القصه ديالها وقالت ليها باللي امها ماتت فاش كان عندها 5 سنين وباها جاب ليها خالتها اللي هي اغاتا المديره وما كانش كتعامل معاها زوين وكتخلعها. ومن بعد مده باها حتى هو مات وغير كبرات شويه خرجت وكانت واحد الكوخ صغير في المنطقه باش تبعد من خالتها المديره. وقالت ليها واحد النهار غادي يجي اللي غادي يعرف بالقيمه ديال الذكاء ديالك وتعيشيه فرحانه. وجلسوا يشربوا العصير وزادت قالت ليها باللي خالتها ما خلاتها تهز حتى حاجه من دارهم حتى من اللعاب ديالها وتصورها مع والديها. ماتيلدا قالت ليها باللي خاصك تمشي تجيبي حوايجك من تما. وهاني تحمست وعجبتها الفكره. مشاو للدار المديره وشافوا اغاتا كتدرب على رمي الرمح. شويه خدات الطوموبيلتها ومشات. دخلوا هما للدار وشافت الصندوقه اللي كان كيحط ليها فيها با الشوكولاط وما كانتش كتخليها خالتها تاكل منها. كثرت الخلعه ما سداتش الصندوقه مزيان وطلعوا للفوق. وهما كيقلبوا سمعوا اغاتا جات وكتخوت على هاري على ود الطوموبيل. شويه شافت الصندوقه مفتوحه وعرفت بلي شي حد في الدار. هاني قالت لماتيلدا تخرج من الباب الكوزينه وهي غادي تلاهي خالتها. اغاتا كانت قربت تلقى ماتيلدا وفي البلاصه هاني دارت صوت مجهد ومشات ليها خالتها. مشات ماتيلدا للكوزينه وما قدرتش تفتح الباب. وفي اللحظه الاخيره هاني قدرت تنقذ الموقف وهربوا من تما. قلبت عليهم اغاتا حتى عيات ولكن ما لقات والو. رجعت ماتيلدا للدار وشافت ماماها جالسه مع دوك الجوج ديال البوليس وعند بالها بلي هذوك الرجال كيديروا اشارات للمنتوجات. وصل هاري وتعصب عليها وقال ليها انت كتهتمي بالضيوف اكثر مني وجرى عليهم. ودار لماتيلدا وبدا كيتعصب عليها وهي تعصبت اكثر منه وسدت عليها الباب بلا ما تقيسو. وهنا عرفت بلي قوتها كتعتمد على الغضب ديالها ومن تما وهي كتدرب على قوتها. تفكر كلام باباها اللي ديما كيعايرها وبدات كتحرك في المعلقه وتوكل راسها بلا ما تقيس شي حاجه. وبقات حتى تدربات مزيان ولات قادره تحرك اي حاجه في الدار. بدات كتلعب وهي فرحانه. شويه شافت البوليس دخلوا للكراج ديال باها اللي كانوا حاطين فيه الكاميرا ديال المراقبه وقالت لهم ما عندكمش الحق تقلبوا ولا تدخلوا بلا اذن تفتيش. وهما ساهيين قدرات تحركوا طوموبيلتهم وغير شافوها مشاو يوقفوها وهي قدرت تاخذ الفيديو اللي سجلته الكاميرا ورماتو. في الليل قررت تمشي للدار المديره باش تجيب اللعبه ديال هاني وتفرحها. طلعت من الشجر وقدرت توصل للبيت. تحت الشجر بقوتها وخرجت اللعبه. وفاش كانت هابطه الشريط ديال شعرها وحل في الشجره بلا ما ترد له البال وهي هابطه شافت اغاتا كتدرب في الدار. فبدات كتحرك في الخيوطه ديال الضوء وكتحرك في العقارب ديال الساعه. اغاتا بدات كتخلع وماتيلدا طيحت تصويرتها وعلقت التصويره ديال بات هاني في بلاصتها وخلاتها تفكر بلي الجنون اللي كيديروا هكا. اغاتا تخلعت وخرجت كتجري من دارها ولكن طاح في يديها الشريط ديال الشعر ديال ماتيلدا وعرفت بلي شي حد دخل لدارها. غدت ليه ماتيلدا عطات لها هاني اللعبه ديالها وفرحات بها بزاف. شويه جات عندها المديره وقالت لها غادي تجي عندهم القسم اليوم. بداو كيدرقوا في اي حاجه ملونه
وهنا ماتيلدا حركات البريق ديما وقدرت تهزو، وهاني عاد اكدت من هضرتها وقوتها. فاش جات المديره وقفتهم كاملين وبدات كتسولهم على مولات هذاك الشريط ديال الشعر. ماتيلدا خدمت قوتها وبدات كتكتب في السبوره بعينيها رساله للمديره، حالله هي رساله من الشبح ديال بات هاني اللي قال ليها ترجع الدار لبنته وتمشي تخويها للمدينه. شويه بدات كضرب فيها بالمساحات حتى طاحت، وغير فقط مشات هربانه وخرجت من المدينه كلها. وهنا مشات هاني وماتيلدا باش يحتفلوا بهذا الشيء اللي داروا. تما جات مامات ماتيلدا كتقول ليها تمشي باش تجمع حوايجها حيت غادي يرحلوا لمدينه اخرى قبل ما البوليس يشدوا با هاري. ولكن هاني كانت موجده شي حاجه ما طيحش في البال، جبدات الوراق ديال التبني باش تبنى ماتيلدا من والديها، وحيت هما ما مهتمينش وخايفين من البوليس في البلاصه سنوا عليهم ومشاو. وفي التالي ماتيلدا عاشت الحياه اللي كانت كتمناها، وهاني تعينات هي المديره ديال المدرسه وعاشوا حياتهم بجوج في سعاده. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص ديال الفيلم يكون عجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لنا اعجاب للفيديو.